فيلم وليلي لفوزي بن سعيدي شريط سينمائي يحكي بصريا عن قصة امرأة، قصة رجل، بل قصة مدينة ضائعة، أو على الأقل مدينة وجدت في عيون القلب. يعد فيلم وليلي من تلك الأفلام التي يصعب على المشاهد أن يفهم أو يستوعب ما يريد أن يقوله فوزي بن سعيدي، أو على الأقل أن يمسك برأس الخيط للوصول إلى صلب موضوعه. يحاول الفيلم أن يقدم نفسه كفيلم عاطفي، لكن الحقيقة أن الفيلم اجتماعي متدثر بالصيغة العاطفية، ولا يحتاج إلى كثير الجهد ليكتشف انحيازه للطبقة البرجوازية. حتى المشاهد المبطنة بالعاطفة يتضح فيها هذا الانحياز، كمشهد عبد القادر وملكة في مباني وليلي يرسمان أحلامهما وتطلعاتهما البريئة والساذجة إلى درجة تثير السخرية في امتلاك سيارة، فينقلب الحوار بسرعة إلى متغيرات بالغناء. فوليبيليس حكاية عبد القادر وملكة تجمعهما قصة حب يحلمان بالزواج والعيش سويا، إلا أن عبد القادر سيعيش أحداثا عنيفة ستقلب أمنياتهما رأسا على عقب، وذلك من خلال أن عبد القادر الموظف في الشركة الأمنية يخطئ في حق زوجة محمد صاحب الشركة، ويعاملها على قدم المساواة مع مرتدي المحل التجاري، لكن أسلوبه فظ ويفتقر للباقة. يتلقى ضربا عنيفا وقاسيا من رجال مشغله محمد بعد أن تعرض لواحدة من أبشع الصور الإهانة الأدمية في مشهد كان مفاجئا وصادما جدا، وكان أقصى مشاهد الفيلم، ولا نشاهد مثلها إلا في الأفلام الاعتقالات السياسية. يقوم رجال محمد بتقييد يدي عبد القادر ويثبتون خده أمام محمد فيصفعه 15 صفعة. يصمم عبد القادر على الانتقام من محمد بسرقة وثائق من منزله، لكن رجاله يلقون عليه القبض وينهلون عليه بالضرب حتى يفقد وعيه. وينتهي الفيلم بقدوم زوجته ملكة وتنقذه بتهريبه. عندما تحدث المخرج فوزي بن سعيدي عن فيلمه في وسائل الإعلام وصفه بالعاطفي، وغد هذا الوصف بتوظيف أغنية أنا لك على طول لعبد الحليم حفيظ، وأغنية يا حبيبي تعال الحقني لإسمهان. لكن من ناحية الشكل الفيلم يعج بمشاهد الصراع الطبقي ومشاهد العنف الدموي والمطاردة البوليسية، ومن الناحية المضمون الفيلم لا يضعنا أمام قصة حب، وإنما يضعنا أمام صراع طبقي بين الفئة الفقيرة والغنية. من المشاهدة لا يمكن الاستنتاج إلا أننا أمام فيلم من نوعية الدراما الاجتماعية ممزوج بالنوعية العاطفية والبوليسية، فبطل الأفلام العاطفية يكون على العموم شخصا محبوبا يستحق التعاطف معه، بينما البطل في فيلم وليلي يجتمع فيه العديد من الصفات القدحية والمذمومة. فمن يسمع العنوان وليلي سيعتقد أن للفيلم بعدا ثقافيا وربما تاريخيا عميقا، إلا أنه في الحقيقة لا علاقة له بجسد الحكاية والسرد في الفيلم. المشهد الذي تم تصويره في وليلي يمكن تصويره في أي مكان ولا يتغير شيء في رواية الفيلم. ويشارك في بطولة فيلم وليلي عدد من الممثلين الذين سبق لهم الاشتغال رفقة فوزي بن سعيدي في أفلامه السابقة،
من بينهم نادية كوندا ومحسن مالزي ومنى فتو وعبد الهادي الطالبي. ونال الفيلم العديد من الجوائز سواء الفردية أو الجماعية، وذلك من خلال المهرجانات السينمائية الدولية، من بينها مهرجان البندقية السينمائي بإيطاليا، وأيام قرطاج بتونس، والجونة بمصر، وكذلك بجوائز وطنية في كل من مدينة طنجة ومكناس. الفيلم يترك في الذهن أسئلة مفتوحة عن الحب والفقر والإرادة والإخلاص، تولد من بين ثنايا حكي يزيده فضاء مكناس الجميلة تميزا وعمقا إنسانيا.